ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايه لكم بوصفه للناس اللي بتعشق التشيز كيك، بس بمكونات بسيطه جدا واقتصاديه وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. هنحتاج للوصفه بتاعتنا النهارده اي نوع من انواع بسكوت الشاي اللي بتفضلوه. ده كان حوالي 3 باكت من بسكوت الشاي، وهنضيف عليهم 3 معالق من الزبدة السايحة، وعليهم شوية صغيرين جدا من اللبن، وهنبدأ نضرب البسكوت بتاعنا لحد ما نحس ان قوامه وصل للرمل المبلول. وبعد كده هنجيب صينية التشيز كيك بتاعتنا وحطيت عليها ورق زبدة تحت عشان البسكوت بتاعنا ما يلزقش، وهنفرده في الصينية كويس جدا جدا. وهنيجي بقى للطبقة اللي بعدها، هنحتاج 1.5 كوباية من الزبادي اليوناني، ولو مش متوفرة او مثلا متوفر عندك كمية قليلة منها ممكن تعملي ميكس من الزبادي اليوناني والزبادي العادية. وهنحتاج 1.5 كوباية من اللبن البودر، كوباية من السكر، ورشة بسيطة من الفانيليا، وهنبدأ نضربهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات والسكر يدوب حوالي 2-3 دقايق. وبعد كده هننزل الخليط بتاعنا على البسكوت، وهنكون من قبلها مجهزين الفرن ان احنا فاتحينه يسخن من قبلها على درجة حرارة 180. وخلي بالكوا الخليط ده مش بياخد وقت خالص في الفرن، هو اخر 10 دقايق 12 دقيقة ماكسيمم، مش هيقعد اكتر من كده علشان ما يتحرقش. وعلى ما البسكوت بتاعنا ياخد سواه في الفرن، انا جهزت هنا الطبقة الاخيرة خالص، عملت طبقة من جيلي بالطريقة العادية جدا اللي انتم متعودين عليها. هنبدأ بقى نحط الطبقة الأخيرة بتاعتنا بعد ما يكون البسكوت بتاعنا برد شوية. أنا هنا رصيت فراولة بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، وبعد كده نزلت عليها بالجيلي اللي أنا عاملاه. وخلي بالكم ان انتوا بتنزلوا بالراحة جدا جدا، لأن الفراولة مش بتبقى ثابتة في مكانها قوي، والجيلي بيكون سايل قوي، فممكن الحاجة كلها تتحرك من مكانها. وبنحطها في التلاجة أقل حاجة 6 ساعات. أنا هنا سبتها ليلة كاملة، وبعد ما خرجتها انتوا لما تدوقوها مش هتصدقوا ان دي بجد مش تشيز كيك، خفيفة وسهلة ما بتاخدش وقت كتير خالص في عمايلها، ومكوناتها اقتصادية. جربوها قولوا لي رأيكم، وألف هنا.